الصومال أرض العطور والبخور، أرض الشجاعة والكرامة، الأرض التي تقع في شرق إفريقيا، حيث هاجر إليها الصحابة مرتين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأرض التي كانت بوابة لدخول الإسلام في إفريقيا وكثير من البلدان في العالم. الأرض التي أحبها المصريون وسموها ببلاد البونت، وكان يحبها ويعظم قدرها ملوك الفراعنة المصريين. الأرض التي أرسلت إليها الملكة حتشبسوت بعثة تجارية على متن سفن كبيرة، وقامت السفن بحمل الهدايا والبضائع إلى بلاد بونت الصومال حاليا. واستقبل ملك بونت البعثة، وعادت السفن والبعثة محملة بكميات كبيرة من خيرات تلك البلاد. ورسمت الملكة أخبار تلك البعثة على جدران معابد الدير البحري، وهي البلاد التي كانت تلعب دورا مهما في الملاحة البحرية الدولية قديما وحديثا. وتعتبر الصومال واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، لأنها أرض بكرة مليئة بالخيرات، وتمتلك ثاني أطول ساحل في إفريقيا، وتشتهر بأنها من أكثر الدول العربية والإفريقية التي تمتلك عدد رؤوس الإبل والأغنام، وأنها كنز ومتحف للبيئة والتاريخ. ويتمتع هذا الوطن بغابات جميلة وحدائق غناءة وأنهار عذبة وبحار مليئة بالثروة السمكية وطيور من كل الأنواع والأشكال وتضاريس طبيعية متنوعة وأراضٍ زراعية ومناطق صناعية، وفيها معالم أثرية لحضارات اندثرت كانت موجودة قبل بزوغ فجر التاريخ، وحضارات إسلامية لا زالت معالمها شاهدة على قدم وصول الإسلام إلى هذه الدولة المسلمة، وإرث حضاري يمتد منذ بداية الحضارة الإنسانية. الصومال بلد جميل، ومن يراه مرة يتمنى العيش فيه أبد الدهر. هواء نقي ولحم طازج من ماشية تم ذبحها في باكورة الصباح قبل طلوع الشمس، ولبن حلب للتو من النوق والماشية، وخضروات من كل الأصناف، وأطعمة فيها ما لذ وطاب، ومائدة فاخرة مليئة بالأطعمة الطبيعية. في الصومال تجد الموز الصومالي الذي يعتبر من ألذ أنواع الموز في العالم، وتجد اللبان الصومالي الذي لا مثيل له في العالم، وتجرب لحم المواشي الصومالية الذي لن تنسى مذاقه إلى الأبد، وسوف تشتاق للشاي الصومالي وطريقة إعداده، وتعشق البادية الصومالية حين تقف أمام عظمة هندسة الخيمة الصومالية الأصيلة الفريدة، وتبهرك ما فيها من أدوات صومالية متعددة وعجيبة، وتشاهد البراري الصومالية وتنام فيها آمنا مطمئنا. الصومال من أجمل وأفضل البلدان التي يمكن أن تختارها كوجهة سياحية، وعندما تصل للصومال يستقبلك الصوماليون بوجه طلق وابتسامة صادقة، وتدرك أنك أمام شعب منفتح نحو العالم، متابع لما يجري في أصقاع العالم، ومهتم بقضايا الوطن العربي والعالم الإسلامي. ستكون مع شعب لديه وفرة في الثقافات واللغات، شعب يستقبلك بكرمه وبساطته. فهناك من يقول بأن اسم الصومال أطلقه على هذه البلاد التجار الأجانب الذين زاروا الصومال، واستقبلهم الصوماليون بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال قائلين صومال، ومعناها هيا احلب المواشي للضيوف. وهذا الكرم الحاتمي في الصومال هو صفة يشهد للصومال كل من زارها يوما أو تعايش مع صومالي في أي بقعة من بقاع العالم.